ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى من الله انكم تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم دكتور مصطفى داوود، وباذن الله في الفيديو ده هنكمل حل فصل الهرمونات، وباذن الله الفيديو ده اللي قبل الاخير باذن الله. سؤال 68 بيقول لي: لماذا يؤثر هرمون الالدوستيرون على خلايا معينة بالجسم؟ تعال افتكر معايا كده. هرمون الالدوستيرون ده كان بيطلع من قشرة الكظرية، وكان من الهرمونات المعدنية اللي كان بيأثر على المعادن. ازاي؟ كان بيحب الصوديوم، كان بيرجعه الدم، بيخليه قاعد معانا، بس بيكره البوتاسيوم فكان بيطرده بره، بيوديه البول. تمام، فكان بيقلله في الدم. جميل قوي. هو بيقول لك بقى لماذا يؤثر على خلايا معينه. بص، بيقول لك وصوله للخليه المستهدفه فقط. بص هفهمك. هو المفروض الالدوستيرون ده زي اي هرمون في الدنيا، بيمشي جوه الدم، وعاء الدموي. تمام. ولكن الدم ده بيلف على كل جسمي. تمام كده. بما فيه الخلايا اللي هو عايزها، بس هو مش هيخش على كل خلايا جسمه، هو هيخش على الخلايا اللي عايزها بس في الكليه. تمام كده. طب هو ازاي بقى هيخش على الخلايا اللي هو عايزها بس مش على باقي الخلايا؟ هقول لك ازاي. عشان الخلايا اللي هو عايزها عليها مستقبلات ليه. تمام. يعني انت مثلا ليه انت بتعدي على كل البيوت، بس ليه ما بتخشش لبيتك انت؟ لان مش معاك الا مفتاح بيتك انت بالظبط كده. فالالدوستيرون مش معاه مفتاح الا الخليه اللي هو رايح لها بس. فالف بيقول لك عشان وصوله للخليه المستهدفه فقط، لا، هو بيوصل لكل الخلايا، مش المستهدفه فقط. احتواء الخلايا المستهدفه فقط على مستقبلات الالدوستيرون هي دي اللي هي المفتاح اسمه ده الكالون بتاع المفتاح بتاع الالدوستيرون موجود على الخليه دي بس. جيم انتقال عن طريق الدم. طب ما ايه هرمون بينتقل عن طريق الدم؟ ده لتدمير الخلايا غير المستهدفه. طبعا ده غلط طبعا. ماشي. 69 بيقول لي: وجود الصوديوم والبوتاسيوم بنسب ثابته تقريبا في الدم يرجع لاحدى الوظائف التي تقوم بها الهرمونات. الصوديوم والبوتاسيوم دي يعني خلاص الدوستيرون، احنا لسه قايلينها من شويه. اي ما يمثل هذه الوظيفه. تمام. قلت لك حته صوديوم وبوتاسيوم او كالسيوم او حاجه في الدم عامه او ميه، دي حاجه اسمها اتزان داخلي. الاتزان الداخلي دي يا شباب يعني حاجه موجوده في الدم يعني. تمام. اتزان الوضع الداخلي للجسم. يعني ايه اتزان الوضع الداخلي للجسم؟ يعني مثلا الحاجات اللي موجوده في الدم زي الميه، ال اتش، زي الكالسيوم، باروس هرمون الكالسيتونين، او الصوديوم والبوتاسيوم زي الالدوستيرون والى اخره. تمام. حلو قوي. السؤال اللي بعده سؤال 70 بيقول لي ايه: الرسم بين المقابل يوضح اثر زياده تركيز ماده معينه على افراز احد الهرمونات. جميل جدا. اي مال لا يمثل او لا يمكن ان يمثل هذه العلاقه بصوره صحيحه. حلو قوي. هو بيقول لي تركيز الهرمون بالدم وتركيز الماده بالدم. انا قلت لك لما يكون في رسمه بيانيه زي ديت كده لازم أن تبدا من اللي تحت وتكتب جنبها كلما زاد. ماشي. فاحنا هنطبق بقى على الاختيارات. بص كده: الف، كلما زاد تركيز الكالسيوم بالدم هيقل الباراسولمون. تعال نشوف. هو الباراسولمون ده وظيفته ايه؟ الباراسولمون وظيفته يقلل، عفوا يزود الكالسيوم. فبالتالي لو الكالسيوم زاد الباراسولمون هيزيد ولا هيقل؟ الباراسولمون هيقل. ليه؟ ما هو اصلا وظيفته يزود الكالسيوم. فلو الكالسيوم اوريدي زايد هيطلع عليه، فهيقل بقى. تمام. فدي تبقى صح، بس هو عايز لا يمكن. طب الجلوكوز والجلوكاجون. هو لو الجلوكوز زاد، لو انا حطيت الجلوكوز تحت هنا قلت كلما زاد الجلوكوز، لما ازود الجلوكوز المفروض اطلع حاجه تقلله ولا تزوده؟ لو الجلوكوز زاد اطلع حاجه تقلله، اللي هو مين؟ لو الجلوكوز زاد اطلع حاجه تقلله، اللي هو مين؟ الانسولين. فبالتالي الجلوكاجون تركيزه هيعمل له ايه لما الجلوكوز يزيد؟ لما الجلوكوز يزيد الجلوكاجون هيقل. فدي فعلا تمثل اللي في الرسمه. تمام، لان الجلوكاجون اصلا بيزيد لما الجلوكوز يكون قليل. تمام. ماشي. جيم البوتاسيوم والالدوستيرون. ماشي. كلما زاد تركيز الالدوستيرون بالدم، البوتاسيوم، انا ببدأ البوتاسيوم، كلما زاد البوتاسيوم بالدم، تركيز البوتاسيوم بالدم، الالدوستيرون هيزيد ولا هيقل؟ والله بص، هو لو البوتاسيوم زاد الالدوستيرون وظيفته يقلل البوتاسيوم، فبالتالي الالدوستيرون هيزيد هو كمان عشان يقلل البوتاسيوم ده. فالعلاقة هنا طردية مش عكسية زي اللي في الشكل. يبقى انا هختار دي لانه عايز لا يمكن. شوف ده كده: الماء والهرمون القابض لو الاي دي اتش يعني او الفي اتش. لما الميه تزيد في دمي يعني، الاي دي اتش هيعمل ايه؟ ما الاي دي اتش وظيفته يزود الميه في دمي. لو الميه اوريدي اصلا زي ده، الاي دي اتش هيطلع يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. فيبقى كده برضه هيقل. يبقى كده كله صح ما عدا جه. 71 الرسمان البيانية التالية يوضحان نتائج تجربة أجريت على الفئران، حيث تم حقن الفار الأول بالهرمون س والتاني بصاد. تمام. جاب لك هنا في اللي على اليمين حقن هنا بهرمون س. تمام كده. وبعدين خلي بالك ان قال لك هنا التركيز في العضلات، خلي بالك من دي قوي. الجلوكوز في العضلات زاد والجليكوجين في العضلات قل. جميل جدا. خلي بالك ان هو قال لك في العضلات المفروض ان اللي بيقلل الجليكوجين في منهجنا حاجتين بيقللوا الجليكوجين: هرمون اسمه الجلوكاجون وهرمون اسمه الادرينالين. لكن الجلوكاجون بيشتغل على الجليكوجين اللي في الكبد فقط. فما دام قال لك هنا في العضلات يبقى س ده اكيد الادرينالين. اوعى تتخدع. ماشي. يبقى س ده اكيد الادرينالين، يبقى ما ينفعش اختار جلوكاجون. ادي اول لخبطه كنت تتلخبطها عشان هو قال لك في العضلات. طب التاني:
اول لما اتحقن خلي بالك قال لك تركيز في الدم، لقى الصوديوم في الدم زاد والبوتاسيوم في الدم قل، ده كده بقى مين؟ ده الالدوستيرون معروف. تمام. طب ليه ما ينفعش هرمون مضاد للادرار البول؟ عشان اصلا اللي هو الاي دي اتش يعني ده ملوش علاقه بالمعادن ولا علاقه بالميه بس. تمام، فاختار د. ماشي. السؤال اللي بعده، إصابة شخص ببكتيريا الكوليرا يؤدي إلى إفراز مواد سامة داخل أمعائه الدقيقة، مما يؤدي إلى فقدان الجسم لكمية كبيرة من المية والملح. طب ده حلو ده وأنت كده خلاص ترجمت بقى إن دلوقتي مادام فقد كمية مية كتير، تمام، أنت معلكش المرض ده، بس هو قال لك هنا شغششك مادام فقد مية وملح. الملح ده ارمز له بالصوديوم، يعني هو الملح عامة أي معدن يعني ممكن صوديوم بوتاسيوم كده، لكن أكتر صوديوم موجود في دم أكتر أكتر أيون موجود في دمي، أيون يعني الصوديوم أكتر أيون موجود في دمي، فعشان كده بدل ما أقول بقى الأملاح بشكل عام، الصوديوم واخد منها نسبة كبيرة قوي، فبرمز الأملاح بالصوديوم يعني اصطلاحا يعني. فما دام أنا فقدت كمية كبيرة من المية وأملاح في المرض ده، عايز حاجة ترجع لي المية وعايز حاجة ترجع لي الملح في دمي، مين اللي هيعمل لي كده؟ الألدوستيرون والاي دي اتش. تمام، الألدوستيرون على الملح اللي هو الصوديوم يعني، والاي دي اتش على المية. 73. أي الخلايا التالية لا تحتوي على مستقبلات للأدرينالين؟ طب تعال نشوف. الأدرينالين ده كان بيطلع في حالة الطوارئ من نخاع غدة الكظرية بتأثير بإفراز عصبي وهكذا. عفوا بتنبيه عصبي. ماشي. خلايا العضلات الملساء، لا خلايا العضلات الملساء فيها مستقبلات الأدرينالين، بدليل هو العضلات الملساء دي مثلا زي ايه؟ ممكن تبقى عضلات ملساء موجودة في القصبة الهوائية مثلا، كان بيوسعها عشان خاطر اقدر اتنفس وكده، اتنفس اكتر وادخل اكسجين اكتر. تمام. طب به خلايا العضلات الهيكلية، ايوه. هو مش انا لسه قايل من شوية في السؤال اللي كان في اول الصفحة، قلت ان الادرينالين بيروح يأثر على الجليكوجين اللي في العضلات؟ طب ما هو كده بيأثر عليه وكمان بيزود انقباضه، فدي معايا. طب جيم خلايا الكبد، ايوه ما هو بيأثر على الجليكوجين اللي في الكبد وعضلات الاتنين، انما الجلوكوجين على الكبد بس. طب ده الخلايا نخاع الغدة الكظرية، لا بص، هو بيطلع منها لكن معلوش تأثير عليها. يعني مثلا هرمون مثلا زي الالدوستيرون، هو بيطلع منين؟ بيطلع من قشرة الكظرية، لكن مستقبلاته فين؟ مستقبلاته يعني الحتة اللي يروح يشتغل فيها، مستقبلاته في الكلية. تمام. فمثلا حاجة زي الالدوستيرون مستقبلاته مش في قشرة الكظرية، مستقبلاته في الكلية، وكذلك الادرينالين مستقبلاته في اي حاجة غير نخاع الكظرية، او في الاختيارات دي كلها ما عدا نخاع الكظرية، ان هو بيفرز منها اصلا، ما بيأثرش عليها يعني. 74 بيقول لي اي ما لا يحدث عند انخفاض تركيز الصوديوم في الدم. تمام. انا بس قبل ما اجري على الاختيارات انا هقول لك حاجه، ان الصوديوم لو تركيزه في الدم قل، لو تركيز الصوديوم في الدم قل، انا كده عاوز اعليه او ارجعه للطبيعي، مين اللي هيزود الصوديوم في دمي؟ الالدوستيرون. الالدوستيرون اللي هيزود تركيز الصوديوم في الدم. ماشي. والالدوستيرون مين اللي بيطلعه؟ الاي سي تي اتش صح؟ مش الاي سي تي اتش ده كان بيروح على قشره الكظريه وبيطلع لي الالدوستيرون. ماشي. تمام. الف هي بتقول لك هي زياده الاس تي اتش والالدوستيرون، ما ده اللي قلته، الباقي بقى كله هتلاقي اي كلام. تمام. فبالتالي لما لو ممكن يقول لك برضو يعني بدل ما يقول لك انخفاض تركيز الصوديوم ممكن يقول لك ارتفاع نسبة البوتاسيوم، ما هي. تمام. هي ليه؟ عشان لو نسبة البوتاسيوم ارتفعت عاوز حد يقلل له الالدوستيرون، والالدوستيرون يطلع اس تي اتش والى اخره. 75. من الشكلين اي مالي لا يتأثر مباشرة بإفراز الجزء اكس؟ اكس ده مش هقول لك على قشرة الكظرية تحديدا. تمام كده. ماشي. لا يتأثر مباشرة، انا خلي بالك، هو اكس ده بيفرز حاجات كتير قوي، بيفرز كورتيزون، كورتيكوستيرون، الدوستيرون، وهرمونات جنسية. ألف مستوى البوتاسيوم في البول، هو بيتأثر ولا لأ؟ أيوه بيتأثر، عشان الدوستيرون هو المفروض إن الدوستيرون بيزود البوتاسيوم في البول، خلي بالك هو قالك في البول يعني بيقلله في الدم فبيزوده في البول بقى ما بيرميه. به نسبة اليود في الدم، ايه علاقة الالدوستيرون باليود؟ اليود ده اتذكر عندك مرة واحدة بس في المنهج عند الغدة الدرقية. تمام. جيب نسبة السكر، أيوه لأن عندك الهرمون الكورتيزون والكورتيكوستيرون دول علاقة بأيدي الكربوهيدرات بيزودوا الايه السكر في دمي. مستوى الصوديوم في البول، ايوه فعلا مستوى الصوديوم في البول الالدوستيرون بيقلله، المفروض يعني بيزوده في الدم ويقلله في البول، فاختار هنا الاجابه ب. 76 بيقول لي اي الخطوات التي تمثل احد التآزرات العصبيه الهرمونيه؟ التآزرات دي يعني تعاونات يعني. س بيقول لك تحفيز خلايا النخاع الكظريه، ص بيقول لك زياده افراز هرمون الادرينالين، وعين انتقال السيل العصبي خلال الليف عصبي، ولم ارتفاع ضغط الدم، وميم ارتباط الاسيتيل كولين بمستقبلات نخاع الغده الكظريه. حلو قوي. هقول لك حاجه جميله جدا. انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك مثلا دي خليه في نخاع الغده الكظريه، نخاع الغده الكظريه. تمام. المفروض ان نخاع الغده الكظريه دي لو جنبها مثلا وعاء دموي كده هتفرز الايه؟ هتفرز هرمون الادرينالين، فهي تفرز كده الادرينالين لكنها مش تفرزه من دماغها. امال هتفرزه ازاي؟ قلت لك ان نخاع الغده الكظريه ده مميز قوي عن بقيه الهرمونات، او عن بقيه قصدي الغدد يعني، ان هو بيوصله تحفيز عصبي. وتحفيز عصبي ده يعني ايه؟ يعني فاكر الحركه مش كان في نهايه عصبيه حركيه والكلام ده؟ هنا حاجه مشابهه يعني. تمام. فعندك هنا ادي مثلا اهو استايل كولين موجود في الحوصلات بتاعته، تمام كده،
وهيطلع يمسك هنا اهو على خلية الغدة الكظرية دي. اول ما يمسك هنا كده يقوم جاي الادرينالين طالع. تمام، بس هو الاستيلكولين هيطلع من مكانه ليه؟ ايه اللي هيخليه يطلع من مكانه؟ لو فاكر كان لازم هنا في ايه، تحفيز عصبي يجي هنا. فلازم الاول سيال عصبي ينتقل الخلية في العصبي، وبعد كده يطلع الاستيلكولين، وبعد كده يرتبط بمستقبلاته على الخلايا الكظريه، وبعد كده يفرز الادرينالين. الادرينالين بقى هيسبب لي بقى الحاجات اللي احنا عارفينها: ارتفاع ضغط الدم وزياده معدل ضربات القلب وقوه الانقباض العضلي والى اخره يعني. تمام. فانت كده لازم تبدا بايه؟ لازم ابدا الاول ان الانتقال السائل العصبي ينتقل اول خليه في العصبي، وبعد كده يطلع الاستيلكولين. يبقى ابتدي بعين بقى، ابتدي بعين، يبقى يا جيم يا دال. طب وبعد عين، بعد عين اللي هيحصل في واحده سين وواحده ميم. هل هيحفز خلايا العضله الكظريه الاول ولا ارتباط الاستيلكولين الاول؟ لا، ولا الاستيلكولين يرتبط الاول، وبعد ما يرتبط يتحفز. تمام كده، تبقى عين وبعد كده ميم وبعد كده الاخر بقى عين انتقال السيل العصبي، وبعد كده ارتباط الاستيلكولين، وبعد كده حفزتها، وبعد كده هفرز الادرينالين، وبعد كده هرفع ضغط الدم. تمام. 77 يقول لك تشنجات عضلات الساق اثناء النوم هي تقلصات مؤلمه لا اراديه، ومن اسباب حدوث هذه الحاله فرط نشاط الغده الدرقيه وكسور نشاط الغده الكظريه. تمام. التغيرات الهرمونيه التاليه هي المسؤوله عن هذه الحاله. طب ما هو اصلا غششك. هو قال لك ايه؟ ان فرط النشاط الدرقيه، يعني الدرقيه شايفه شغلها قوي. يبقى فرط النشاط الدرقيه ده، الدرقيه دي بتفرز ايه اصلا؟ الدرقيه دي بتفرز كالسيتونين وثيروكسين، صح كده؟ ماشي. هو كاتب لك في كل الاختيارات زياده الكالسيتونين وزياده الثيروكسين. تمام كده. طب انا هختار دي ولا دي؟ بص هسألك سؤال: هو الثيروكسين ايه علاقته بانقباض العضلات في منهجك؟ مش هتعرف ترد لان انت ما خدتش اصلا السيروكسين له علاقه بالانقباض. فانت شكرا هتستبعد اي حاجه فيها سيروكسين. تمام كده. اتبقى لك الف وجيم. واحد بقى يسالني: يا مستر ايه علاقه الكالسيتونين اللهم صل على النبي، اسمه ايه ده، ايه علاقه الكالسيتونين بالانقباض العضلي؟ هقول لك. هو الكالسيتونين ده كان بيعمل إيه اصلا؟ الكالسيتونين ده كان بيقلل الكالسيوم في الدم، بيقلل الكالسيوم في الدم. طب لما قلل الكالسيوم في الدم، هو ايه علاقه الكالسيوم بالانقباض العضلي؟ لا، ده له علاقه كبيره. قلت لك ان الكالسيوم ده اصلا، لو فاكر في اسباب الشد العضلي كان نقص الباراث هرمون، والباراث هرمون هو اللي كان بيزود الكالسيوم في الدم، صح؟ فلما يحصل، كان من اسباب الشد العضلي نقص الباراث هرمون. نقص الباراث هرمون، هو الباراث هرمون كان بيزود الكالسيوم. فلما يحصل نقص للباراث هرمون، يبقى الكالسيوم هيزيد ولا هيقل؟ هيقل، لانه مش هيلاقي حد يزوده. تمام. طب ما هو لو الكالسيوم قل برضو، ما هي زيادة الكالسيتونين، صح ولا غلط؟ هو مش الكالسيتونين بيقلل الكالسيوم في الدم؟ ما هو لو الكالسيوم في الدم قل، او عفوا لو الكالسيتونين زاد قوي، يبقى الكالسيوم هيقل في الدم قوي. مظبوط كده؟ مظبوط. يبقى انت دلوقتي استنتجت ازاي؟ انت كان عندك في الحركه والله من اسباب الشد العضلي نقص الباراث هرمون، ونقص الباراث هرمون ده بيسبب لك ان الكالسيوم بيقل، لان الباراث هرمون كان بيزود الكالسيوم. فالكالسيوم كده مش هيلاقي حد يزوده فهيقل. او ممكن اشيل نقص الباراث هرمون واحط زياده الكالسيتونين، يعني هم ليه؟ ما هو الكالسيتونين ده كان بيقلل الكالسيوم، فلما الكالسيتونين يشوف شغله زياده، الكالسيوم هيقل زياده عن اللزوم، ولما الكالسيوم يقل زياده عن اللزوم يحصل لي شد عضلي. فدي تفسير حته زياده الكالسيتونين. تمام كده. تمام جدا. وبعد كده قال لك بقى في نفس السؤال، قال لك قصور نشاط الغده الدرقيه، هو الكظريه عفوا، هو الكظريه دي كانت بتفرز إيه؟ الدوستيرون وادرينالين وغيره. ماشي. هو قال لك الف بيقول لك نقص ادرينالين، وجيم بيقول لك نقص الدوستيرون. الادرينالين والالدوستيرون الاثنين بيطلعوا من الدرقيه، بس بص قال لك ايه اثناء النوم. هو مش الادرينالين ده بيطلع في حاله الطوارئ؟ هو ايه اللي هيجيب بقى الادرينالين في النوم؟ فالادرينالين دي مش هتبقى مش معايا. تمام. يبقى هختار الاجابه ايه؟ هختار الاجابه ج. اتمنى انها تكون اتفهمت يعني. وحته الالدوستيرون برضو، ان لو الالدوستيرون قل هيبقى ده ياثر على الصوديوم والعضله. لو فاكرين كانت ليها علاقه استثاره العضله كانت ليها علاقه بالايه، بالصوديوم وغيره يعني. تمام. فهو قصه ايونات. ماشي. 78 بيقول لك ايه: ادرس الشكل ده وبعد كده حدد ما التأثير المباشر لزيادة افرازات الهرمونات المنطقة اكس على المنطقة واي على المنطقة اكس. واي اللي هي القشرة، والمنطقة اكس اللي هي ايه، النخاع. لما يزيد افرازات القشرة هيأثر ايه على النخاع؟ هو ايه علاقته؟ ملوش علاقة، يبقى لا يتأثر. بس هو ده في حتة وده في حتة اصلا، يعني هو السؤال ما اعرفش ايه لازمته، بس هو لا يتأثر يعني. ماشي. هرمونات البنكرياس من الهرمونات في الجسم الانسان، باروث هرمون ونمو الى غيره الى اخره يعني. مين في دول تشارك في انقسام الخلايا العظميه وتزيد من صلابتها عند وجودها في مستوياتها الطبيعيه؟ حلو. يعني انا عايز حاجه، عايز هرمون يعني يخلي له تاثير على العظم يعني. جميل قوي. وقال لك تزيد من صلابتها، تزيد من صلابتها في وجود في وجود مستوياتها الطبيعيه. هقول لك حاجه حلوه. احنا هنشوف اللي عندنا. انت عندك الباراث هرمون. الباراث هرمون ده يعني ايه وظيفته؟ بيزود الكالسيوم في الدم. بيزود الكالسيوم في الدم ازاي؟ بيسحبه من العظام. يبقى هل انا هختاره؟ ما ينفعش.
ما ينفعش اختار حاجه فيها الباراث هرمون. ماشي، يبقى هتستبعد حاجه فيها واحد، هتستبعد ج وب. ليه يا مستر؟ اصل هي بتقلل صلابه العظام. عرفت منين؟ هي بتزود الكالسيوم في الدم عن طريق انها تسحبه من العظام، فلما اسحب الكالسيوم من العظام كده صلابتها هتقل. طب اتنين النمو، طبعا 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 طبعا، يعني ده اول واحد افكر فيه اصلا. طب تلاتة الجلوكاجون، هو ده بقى ايه علاقته بالعظم؟ ملوش اي علاقه. هو كان بيأثر اصلا على الجلوكوجين اللي في الكبد، وكان بيزود الجلوكوز في دمي بس، فده ملوش علاقه. يبقى استبعد اي حاجه فيها تلاتة، استبعدت د. يتبقى لي الف. بص، هيقال لك اتنين ماشي، النمو عارفينه له علاقه بالعظم. وبعد كده قال لك خمسة الكالسيتونين، ايوه كان بيسحب، كان بياخد الكالسيوم من الدم يحطه للعظم، فكده كان بيزود صلابته. لكن الانسولين، معلش يا مستر، هو الانسولين ايه اللي جابه هنا ناحيه العظم؟ الانسولين ده كان بيزود الجلوكوز في دمي. ايه اللي بيخليه يأثر على الخلايا العظميه؟ بص، دي معلومه بره المنهج بقى. اقول لك على حاجه، حته يا شباب النمو في جسمي، اصلا شغل هرمون النمو انا هقول معلومه انت سمعتها وفهمتها ماشي، ما فهمتهاش ارميها في الزباله. انا هقولها بس عشان المنهج، او عشان يعني عشان السؤال، لكن هي بره المنهج جدا، يعني بره المنهج خالص. هرمون النمو يا شباب اللي هو الجي اتش، اصلا لما يجي يشتغل على العظم، العظميه اهي، العظمه اهي مثلا، عشان يروح يشتغل على العظم، العظم مش هيبص للجي اتش اصلا، مع انه اسمه هرمون النمو. الجي اتش لازم أن يروح يحفز افراز مواد تشبه الانسولين، مواد تشبه الانسولين. المواد اللي تشبه الانسولين دي هي اللي تروح تشتغل. بس طب ايه اللي جاب الانسولين للنمو؟ ما انا بقول لك دي بره المنهج بقى. الحته اللي بره المنهج بتقول لك ان الانسولين عشان خاطر او الجي اتش عشان يشتغل، بيروح يحفز افراز مواد شبه الانسولين، والمواد اللي شبه الانسولين ديت بتسميها بقى الحاجات دي بقى الهرمونات النمو الحقيقيه، دي اللي بقى اللي بتطلع بقى ايه، تروح تشتغل على العظم وتعمل لي النمو بتاعي. مفهوم؟ لو مش مفهوم ارميها في الزباله، بس انت كده كده تختار بالاستبعاد عادي. تمام، ماشي. فكده خلاص اخترناها الف بقى ما بالاستبعاد. حته بقى هرمون الانسولين دي، لو انت ما فهمتهاش عادي جدا لانها اصلا بره المنهج. اللي بعده يقول لك 80، الرسم البياني ده يعبر عن تركيز هرمونين س وص في الدم لمدة 8 ساعات عقب تناول وجبة غذائية غنية بالكربوهيدرات. كلمة وجبة غذائية غنية بالكربوهيدرات دي تفسر لك ايه؟ انك دلوقتي في جلوكوز في دمك بالهبل، فكده الجلوكوز في دمك كبير كتير جدا. تمام، اكتر من الطبيعي. ايه العبارات التالية تعبر عن الهرمون المشار بحرف صاد؟ جميل. بص كده، انت عندك ايه بقى اول ما تناولت الوجبة؟ الهرمون صاد اللي هو ده اللي انا بخطط عليه ده، ايه بقى؟ انت بعد ما تناولت الوجبة لقيت الهرمون ده زاد وثبت وبعد كده قل. ماشي، بعد بس قل امتى؟ يعني قل بعد ما اكلت الوجبة بخمس ساعات، فيعني خلاص. يعني الهرمون ده زاد لما لما اكلت الوجبة، لما الجلوكوز زاد. طب لما الجلوكوز يزيد، هعوز حاجة تقلله ولا تزوده؟ عاوز حاجة تقلله. فلما الجلوكوز يزيد، مين اللي هيطلع اللي بيقلل اللي بيقلل الجلوكوز؟ الانسولين. تمام كده. فالهرمون صد اكيد الانسولين. تمام كده. هو يبقى احنا، هو بيسألك دلوقتي على الانسولين. جميل. مين بقى الانسولين عندي هنا في الاختيارات؟ يدخل في تركيبه احماض دهنيه؟ لا، هو يدخل في تركيبه احماض امينيه لان هو بروتين. لا يتم تصنيعه في الريبوسومات؟ لا، يتم تصنيعه في الريبوسوم لان هو بروتين. نقص افرازه يسبب السمنه المفرطه؟ بالعكس، ده الانسولين زياده افرازه. نقص افراز الانسولين دي اصلا السكر، الناس اللي عندهم سكر، الناس اللي عندهم سكر بيبقوا رفيعين عشان الانسولين اصلا لما يقل بسبب ان هو يرفع يعني، لكن دي غلط، السمنه المفرطه غلط. طب يا مستر فسر لي في المنهج. اقول لك ان الانسولين ده لما يزيد ايه اللي هيحصل؟ لما الانسولين يزيد هيقعد يخزن لي جلوكوز في جسمي كتير ويخزن دهون فهتخن. فمش نقص افرازه بقى اللي يسبب السمنه، ده زياده افرازه. ده اللي له تأثير في عمليه تمثيل الغاز، طبعا له تاثير. طبعا بيدخل لي جلوكوز الخلايا وبيحث على هضمه. ماشي. 81 من الرسم بين مقابل ايه التغيرات التاليه ستصاحب هذا المنحنى؟ ان الانسولين في الدم يقل. لما الانسولين في الدم يقل، هيقل امتى؟ بص، هو الانسولين ده بيزيد لما باكل، هو اللي عندك في المنهج يعني الانسولين بيزيد امتى؟ لما باكل. لسه محللنا في السؤال اللي فات. فبص بقى، الف ارتفاع مستوى الجلوكوز في الخلايا. يعني ايه؟ يعني هو لما الجلوكوز المستوى يزيد في الخلايا الانسولين هيقل؟ لا، انت لو ناسي، كان الانسولين بيدخل الجلوكوز الخلايا، وبعد ما بيدخله الخلايا كان بيحس على اكسدته جوه، فبرضه لسه في شغل عنده بعد ما يدخل الجلوكوز الخلايا. ب انخفاض مستوى الجليكوجين في الكبد، ده يدل على ايه؟ لو مستوى الجليكوجين يا شباب قل في الكبد، معنى كده ان انا مستهلك الجليكوجين اللي في الكبد. طب معنى انك بتستهلك الجليكوجين في الكبد كده كده انت صايم، او كده انت عايز اكل، انت كده يعني انت كده ايش الجلوكاجون اللي شغال. ففعلا في الحاله دي الانسولين هيقل. تاني يا مستر مش فاهم، بص اقول لك حاجه. هو لو الجليكوجين اللي في الكبد مستواه بدأ يقل، يبقى ده دليل على ايه؟ ده دليل على انك صايم وبتستعمل المخازن اللي في جسمك. تمام، فبالتالي الانسولين كده ملوش شغل دلوقتي. تمام، ماشي. ايه الخلايا التالية الأقل احتياجا للأنسولين؟ ماشي. خلايا الجلد ولا خلايا عصبية ولا خلايا عضلات ولا خلايا الكبد؟ طبعا خلايا الجلد، لأن خلايا الجلد أصلا بتبقى ميتة، يعني خلايا الجلد في منها جزء ميت وفي منها جزء عايش، بس معظمها أقل احتياجا طبعا. تمام.
الرسم بين المقابل يوضح التغير في مستوى سكر الجلوكوز في دم شخص تناول وجبة الإفطار في الصباح ولم يتناول أي طعام في المساء. عايز بقى تأثير هرمون الجلوكاجون. قلت لك الجلوكاجون وهرمون تاني اسمه الاي دي اتش بيظهروا أثناء الصيام، أو مش يعني مش شرط الصيام يعني يكون صيام زي صيام المسلمين، لا أقصد صيام يعني بقاله كتير ما أكلش. تمام. فهيظهر امتى؟ بص، لما تلاقي الجلوكوز زاد عن الطبيعي كده يبقى أنت لسه واكل. ماشي. يبقى الانسولين بدأ يظهر عند صاد لانها قلل الجلوكوز الى الطبيعي. ما دام قللت الجلوكوز الى الطبيعي ده كده الانسولين. طب وبعدين الراجل ده فضل ما ياكلش فالجلوكوز قل عن الطبيعي كمان. طب مين اللي هيزوده الى الطبيعي؟ اللي بيزود الجلوكوز الى الطبيعي، ما هو كان قليل. اللي بيزوده الى الطبيعي اللي هو الجلوكاجون. تمام كده. فكده يبقى الجلوكاجون اشتغل في المرحله اللي هي مزوده الى الطبيعي، او حافظ على مستواه يعني. تمام. ماشي. الهرمونات التالية يلعب دورا في حدوث التنفس الخلوي. مين في دول هيلعب دور في حدوث التنفس الخلوي؟ طبعا الباراث هرمون. الثيروكسين والانسولين والادرينالين بيلعبوا دور مهم جدا في التنفس الخلوي، انما الباراث هرمون مش معانا يعني، لان الباراث هرمون ده كان له علاقه بالكالسيوم والى غيره، انما ملوش علاقه بالايه، بالتنفس الخلوي. بعد كده بقى الهرمونات التالية تؤدي زياده افراز الى انخفاض مستوى الجلوكوجين في الكبد والعضلات. قال لك فين؟ في الكبد والعضلات. لسه قايلينها والله يعني سؤال من شويه كده. الكبد والعضلات مع بعض مين؟ الادرينالين. طب لو قال لك العضلات الكبد فقط، لو الكبد فقط يبقى الجلوكاجون. اما يعد مثالا لهرمونين يضاد عمل احدهما الاخر. ماشي. سيروكسين وبارسيمون طبعا ده حاجه وده حاجه. انسولين وجلوكاجون ايوه دي فعلا بيضادوا عملهم البعض، ان واحد بيقلل الجلوكوز اللي هو الانسولين، وواحد بيزوده اللي هو الجلوكاجون. من المخطط المقابل اذا لما تشير كل من س ص ع م. تعال بص. بص عندك هنا إيه اللهم صل على سيدنا محمد. في من مواد لما احول مواد نشويه الى جلوكوز. يعني ايه مواد نشويه؟ يعني اكل انت اكلته رز مثلا سكر الى اخره تحوله الجلوكوز، يبقى انت كده حولت بوليمر الى مونيمر. ده اسمه هضم. هضم معناه كسر حاجة كبيرة لحاجة صغيرة. طيب لو من جلوكوز ل ATP يبقى انت كده كسرت الجلوكوز ده. تمام، هدمته، عملت هدم. طب يعني بص بقى كده، من بوليمر الى مونيمر ده اسمه هضم بالضاد. من مونيمر تكسر المونيمر نفسه وتطلع منه طاقة ده كده اسمه هدم بالدال. طب بعد كده احماض امينية حولتها لجلوكوز، مثلا في حاجة اسمها احماض امينية حولها لجلوكوز، دي مش عليك خالص. تمام، فاسمها تحول بس بيحصل عادي. طب عين جلوكوز لجليكوجين، انت كده بقى عملت عمليه بلمره او بناء، لان اصلا الجليكوجين هو البوليمر بتاع الايه الجلوكوز، فده اسمه بناء. يبقى انت كده تختار ايه؟ س هضم، صاد هدم، وبعد كده بناء وتحول اللي هي ج. ماشي. 88 ملي من الوظائف المشتركه بين الجلوكاجون والادرينالين. تعال بص. هبوط معدل الايض، لا بالعكس ده بيزودوه. الادرينالين اصلا ازاي تختار الادرينالين ويعمل هبوط؟ استحاله يعني. انخفاض ضغط الدم برضو طبعا لا، ان الادرينالين بيزوده. الحد من نشاط الجهاز المناعي وملهمش علاقه بالمناعه. ارتفاع مستوى الجلوكوز ايوه الاتنين بيزودوه. تمام، ده مشترك بينهم. مرض البوليس السكري قد يؤدي لارتفاع في مستوى ايه؟ هو البوليس السكري ده معناه ايه؟ البوليس السكري معناه ان هو عنده السكر كتير قوي في دمه. تمام كده. و... وعايز اقلله. طب وبعدين؟ ما هو لو السكر كتير قوي في دمي، اللي هيخرج في البول بكميات كبيره، والجلوكوز ده اصلا السكر صلب. فعشان يخرج في البول لازم يكون زائل، فيسحب مع ميه كتير، فلما يسحب مع ميه كتير في البول هعطش. فبالتالي عاوز حاجه ترجع لي الميه في دمي، يبقى عنده ال دي اتش عالي. اتفهمت؟ ماشي. ده اصلا الحاجات اللي بقى ماليش دعوه يعني ازاي، يعني لو عنده بول سكري هزيد اف اس اتش وال اتش، مالوش علاقه طبعا. 90 بيقول لي رسم بيني مقابل يوضح مستوى الجلوكوز في الدم قبل وبعد تناول وجبه غذائيه غنيه بالمواد الكربوهيدراتيه. غنيه بالمواد الكربوهيدراتيه. قلت لك كلمه غنيه بالمواد الكربوهيدراتيه دي معناها انها ايه؟ واكلت فيها جلوكوز كتير يعني. عايز حاجه غلط. ماشي. قبل تناول الوجبه بص السكر كان نازل تحت الطبيعي كده، كان نازل اهو. وبعد ما اكلت بقى على طول لعلي فجاه. تمام كده. ماشي. وبعدين اللي قلله كده بقى، اللي قلله كده مين؟ الانسولين. طب تعال نبص. يزيد مستوى الجليكوجين في الكبد في الفتره س. هو الفتره س دي قبل تناول الوجبه، بس قبل ما تناول الوجبه يعني انت مفيش حاجه في دمك، انت عايز انت ما اكلتش، فمفيش جلوكوز جاي من بره. فلازم تجيب جلوكوز من جوه اللي هو من الجليكوجين. يبقى في س دي مستوى الجليكوجين في الكبد هيقل ولا هيزيد؟ هيقل ليه؟ لان انا عمال استهلكه. فهو قال لك هنا يزيد، فدي غلط، فانا هختارها انه عايز غير صحيح. تمام. بيقول لي يزيد امتصاص الجلوكوز من المعدة خلال صاد. ايوه لان انا لسه واكل بعد تناول الوجبه على طول. الجلوكوز اهو زي عمال بيزيد، يبقى فعلا ده انا كده عمال امتصه من الامعاء. مزيد مستوى الانسولين في الدم في الفتره صاد. ايوه فعلا لان انا لسه واكل، فاول ما تاكل فعلا الانسولين بيزيد في دمك. يزيد مستوى الجلوكاجون في الدم الفتره س. ايوه ان قبل تناول الوجبه او في حاله الصيام او في حاله الجوع عامه لازم ان الجلوكاجون يزيد عشان يزود لي الجلوكوز في دمي على ما اكل.
اللي بعده بيقول لي المخطط التالي يوضح آلية يتبعها الجسم لتنظيم مستوى الجلوكوز بالدم. حلو قوي. عندك هنا من الكبد للبنكرياس زيادة مستوى الجلوكوز في الدم، وبعد كده انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم. ماشي، هو كاتب لي وظائف عامة يعني. بيسألك ابتداء بالبنكرياس، انا هبدأ من هنا. اي الاختيارات التالية يمثل الترتيب الصحيح لما حدث داخل جسم شخص مارس نشاط بدني لمدة ساعة. طيب، انا لو مارست نشاط بدني هل انا كده باكل؟ لا، انا ما باكلش. فانا مش هحتاج الانسولين في حاجة عامة. تمام، لازم أنا اطلع جلوكاجون. قلت لك الجلوكاجون بيطلع امتى؟ اثناء الجوع او اثناء الصيام يعني، وبرضه اثناء التمارين بيطلع مع الادرينالين، هو الادرينالين بيطلع مع بعض. فانا لو بدات بالانكرياس هعمل ايه بقى؟ اولا انا هزود افراز الجلوكاجون. واحد ذكي، ليه هزوده؟ عشان اقول لك يزود لي الجلوكوز في دمي بقى. يبقى اول حاجه هختار خمسة زياده الجلوكاجون. وبعد ما زودت الجلوكاجون هعمل ايه بقى؟ هروح على الكبد. قلت لك مش ماليش دعوه بالعضلات، الجلوكاجون مش دعوه بالعضلات. هروح على الكبد اعملها على الكبد. هاخد منه جليكوجين واحوله جلوكوز، فهنقص الجليكوجين اللي فيه وهزود الجلوكوز في الدم. فهمت قصدي؟ ماشي. يبقى كده ايه؟ خمسة وأربعة وواحد اللي هي ألف. اللي بعده بيقول لي المخطط المقابل يوضح كيفية ضبط مستوى السكر والجلوكوز في الدم. ماذا يمثل كل من سينوسويد على الترتيب؟ ماشي. عندك هنا بيقول لك المستوى الطبيعي الجلوكوز. ماشي. وبعد كده زاد، لما يزيد لما الجلوكوز يزيد هفرز مين؟ هفرز الانسولين. يبقى س ده الانسولين. وبعد كده انخفاض مستوى الجلوكوز، لما الجلوكوز يقل مين اللي هيطلع؟ الجلوكاجون. بس يبقى س انسولين وصاد جلوكاجون. الرسم بين المقابل يوضح تركيز الجلوكوز في الدم خلال فترة زمنية. تمام. ما الهرمون الذي يزيد افرازه عند النقطة س؟ خلي بالك ان قال لك تلون محلول سكري، انت اكلت فيها حاجه سكر، حاجه فيها سكر. وقلت لك اما تاكل حاجه فيها سكر اللي هيزيد الانسولين. فسين ده سين هرمون الانسولين. احفظها كده يعني، انت من غير ما تفكر، لما اكل الانسولين هيزيد، لما ما اكونش باكل او بتمرن او صايم او الجلوكاجون اللي هيزيد. تمام. ماشي. اما أن يسبب زياده تركيز الجلوكوز في الدم عند النقطه صاد. حلو. هو صاد هنا، هو الجلوكوز زاد في الدم ليه؟ هو انا كنت باكل؟ ما قالكش انا كنت باكل، ما قالك كنت بعمل ايه؟ مؤثر انفعال. خلي بالك قالك انفعال، خلاص خلصت ادرينالين. ما تفكرش بقى في الجلوكاجون. الجلوكاجون بيزيد امتى؟ بيزيد في الصيام مثلا. تمام. مش انفعال دي اصلا حاجه يعني مميزه قوي الادرينالين يعني. 94. ان تناول وجبه غذائيه غنيه بالكربوهيدرات الاختيارات التاليه يوضح مستوى الجلوكوز بالدم وكميه الجليكوجين في الكبد لشخص طبيعي بعد مرور 4 ساعات. تمام. هو بعد مرور 4 ساعات دي مستوى الجلوكوز بالدم يبقى عامل ازاي؟ هيبقى زاد ولا قل؟ لو قالك بعد ما اكلت على طول كنت هقول ان هو يبقى زايد، لكن 4 ساعات خلاص الانسولين شاف شغله وتقريبا الجلوكوز بقى ثابت. تمام. هو عشان قالك بعد 4 ساعات. تمام. وبالنسبه لكميه الجلوكوجين في الكبد، كميه الجلوكوجين في الكبد، انا هكون خلاص كلت، فانا هكون بنيتها بقى يعني، انا مش هكون لسه جعان اكيد بعد 4 ساعات من الاكل، مش هتكون في الدم يعني. مش اللهم صل على النبي. هيكون لسه الجلوكوز موجود في دمك بطريقه محترمه ثابت ما قلش يعني. فما دام ثابت وانا كده كنت لسه واكل، فكده خزنت شويه جلوكوز على شكل جلوكوجين في الكبد. فكده يبقى ثابت وتزداد. ليه تزداد يا مستر؟ ما عشان انا واكل يا ابني. ما دام انت اكلت نسبه الجلوكوجين في الكبد هتزيد بقى، انت بنيت. السؤال اللي بعده بيقول لي من الشكل المقابل اذا علمت ان الصوت تمثل خليه كبديه، عايز حاجه صح. ماشي. خلية في الكبد بتحول الجلوكوز لجليكوجين. مين اللي بيعمل الحركة دي؟ مين اللي بيبني الجليكوجين؟ مين؟ أكيد الأنسولين. فهستبعد ألف وب. تمام كده. ماشي. و... وفي سين دي الجلوكوز بيتحول لجليكوجين والجليكوجين بيتحول لجلوكوز. طب يا مستر هو ازاي في مين الخلية التانية اللي فيها جليكوجين غير الكبد؟ هو قال لي ان صاد دي كبد. يبقى مين دي عضلة اكيد، من اللي مفيش جليكوجين كبد وعضلات. ماشي. مين بقى اللي بيحول لي الجلوكوز لجليكوجين في العضلات؟ او الجلوكوز لجليكوجين سواء في الكبد او في العضلات لازم يكون الانسولين. فهختار هنا انسولين يبقى جيم. لكن خلي بالك بقى، في في اللهم صل على النبي، قال لك الخليه عضله، خلاص ماشي انا كده عرفت. وبعد كده قال لك ميم الادرينالين، ايوه لان الجلوكاجون ما بيروحش يشتغل على العضله. اللي بعده بقى ده جايب لك انا شكل البنكرياس وده مهم. بص، لو لاحظت هتلاقي حاجه قناه وطلع فيها ايه؟ افرازات. دي قناه، يبقى الخلايا دي الخلايا القنوات بتاع البنكرياس. انما الخلايا اللي ملهاش قناه دي جزر لانجرهانز. دي جزر لانجرهانز اللي بتفرز ايه؟ اللي بتفرز انسولين وجلوكاجون. خلي بالك ان الاكتر فيها خلايا بيتا اللي بتفرز انسولين اللي هي اللي لونها ازرق دي. لكن اللون الاصفر اللي هو مشاور عليه دي خلايا الفا اللي بتفرز جلوكاجون. خلي بالك بقى، هو كده عايز منك الخلايا اللي بتفرز جلوكاجون. لا يميز الخلايا س، يعني لا يميز الخلايا بتفرز جلوكاجون يعني. هو كده قصده يسأل على الجلوكاجون. يزداد نشاطها وقت الصيام، صح، لان قلت لك الجلوكاجون ده اصلا بيفرز وقت الصيام. هو عايز اصلا حاجه غلط، مش عايز حاجه صح.
تتحكم في ايض البروتينات؟ لا، ايض الكربوهيدرات بقى مالهاش علاقه بايض البروتينات. امال مين يتحكم في ايض البروتينات؟ ده الجي اتش، لو فاكر كان بيزود البناء البروتين. جماعها زائد افراز لا قنوي؟ لا. جماعها ازاي يعني؟ جماعها اللي هي الخلايا بتاعت سين، سين فعلا خلايا افراز لا قنوي اللي هي غده صماء فعلا. انا بفكره بيتكلم عن البنكرياس كله. عملها يتاثر بتركيز ماده معينه بالدم، ايوه اللي هو الجلوكوز، لو قل الجلوكاجون ده بيزيد. 97، اي الحالات التاليه تتعارض مع النتائج التي تظهر في الرسمين البيانيين المقابلين لشخص ما؟ حلو. تركيز الجلوكاجون بيزيد والانسولين بيقل، طب ما ده منطقي، لازم نوصلهم عكس بعض. ما دام الجلوكاجون في دمه بيزيد يبقى كده اكيد يا اما الشخص ده مثلا بيتمرن او صايم او كده. وقال لك تتعارض ده تمرين رياضي عنيف ولا تليف البنكرياس ولا الصيام ولا انخفاض نسبة الجلوكوز بالدم. على فكرة جه موديل زي بعض، الصيام وانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم نفس الحاجة. لكن اسمه ايه ده، تمرين رياضي عنيف برضو قلت لك بيزيد فيه الادرينالين والجلوكاجون مع بعض على فكرة. تليف البنكرياس عارف يعني ايه؟ كلمة تليف دي يا شباب معناها ان انا بشيل النسيج الحقيقي واحطه بدل نسيج ليفي بردمه. احنا اصلا عندنا كلمة تليف في الطب دي يعني بنصطلحها كده معناها معناها ردم. لما نسيج يبوظ ومش عارف اصلحه بردمه. يعني مثلا لما انت تتعور في جلدك، مش ساعات كده بتلاقي يعني حاجه كده الجسم بيلحم كده، ساعات بيبقى الجلد شبه الاول وساعات بيبقى متليف يعني. الجسم ما بيعرفش يصلحه صح بيحط نسيج ليفي وخلاص. فلو انا شلت خلايا مثلا البنكرياس وحطيت بدلها نسيج ليفي كده البنكرياس ما عادش موجود، كانه مش موجود بالظبط. تمام. فتليف البنكرياس ده اصلا خلايا البيتا والالفا مش هتبقى موجوده، فبالتالي مش عارف افرز حاجه. تمام. رسم بيرم كوبري يمثل نتائج تجربة أجريت على أحد الحيوانات تم خلالها استئصال خلايا جزر لانجرهانز بعد فترة من الانقطاع عن الطعام. هي الاختيارات بالجدول التالي صحيحة بالنسبة للمواد س وص عين. حلو. هو قال لك أنا شلت جزر لانجرهانز، خلي بالك، أنا شلت جزر لانجرهانز يعني مفيش بقى أنسولين ولا جلوكاجون ولا بتاع. تمام. بعد فترة من الانقطاع عن الطعام، حلوة دي قوي. يعني أنا أصلا الجلوكوز في دمي كان إيه؟ الجلوكوز في دمي كان قليل، كان مضروب بالجزمة. ماشي. المفروض لما الجلوكوز في دمي يقل كان مين المفروض يشتغل ساعتها؟ كان المفروض ساعتها الجلوكاجون اللي يشتغل. ماشي. مين بقى صح بالنسبة للمواد دي ودي ودي؟ تعال نبص السؤال ده حلو. هو قال لك كده بعد فترة من الانقطاع عن الطعام، بمعنى كده ايه؟ معنى كده ان المفروض حاجة هنا تزود لي الجلوكوز، هو الجلوكوز كان قليل، فانا عايز حاجة تزود لي الجلوكوز. مين بيزود لي الجلوكوز؟ يا ادرينالين، خلي بالك، يا جلوكاجون. خلاص بس الجلوكاجون ولا كأني شايفه. لماذا؟ لان الجلوكاجون اللهم صل على النبي اصلا قال لك ان هو اشهر جزء لانجرهانز. طب جميل. انت دلوقتي كده الادرينالين اهو زاد، وبعد ما الادرينالين يزيد هيزود لي الجلوكوز في الدم، وبعد ما يزود لي الجلوكوز في الدم هو هيزوده ازاي اصلا؟ هيقلل لي الجليكوجين اللي في الكبد والعضلات، فالجليكوجين كده هيقل. الجليكوجين في الكبد والعضلات هيقل. بس انا عندي هنا مشكله، الجليكوجين هيزيد هنا بس على الفاضي، الجلوكوز هيزيد هنا بس على الفاضي. ليه؟ ما هو الجلوكوز لما بيزيد بيحتاج يخش الخلايا عشان تاكل، بس الجلوكوز لما بيزيد مش هيلاقي بقى انسولين يدخله الخلايا لان انا استأصلت جزء لانجرهان. فما دام مفيش انسولين، ايه اللي هيحصل في الجلوكوز؟ هيزيد في الدم، انا عارف هو اصلا اوريدي زايد في الدم، وهيزيد في البول. ليه يا مستر هيزيد في البول؟ ما هو هيزيد في البول، هو كانش في البول قبل كده ان الشخص كان عنده انسولين عادي او الحيوان ده، لكن هو ايه لما زاد الجلوكوز في الدم ما لقاش انسولين يدخله الخليه، فكانه شبه اللي عنده سكر بالظبط، فهي الانسولين ايه هيترمى في البول، الجلوكوز هيترمى في البول. تمام. فهنا اللي زاد ده ايه؟ سين الوحيد اللي زاد، او صوديوم سين وصوت، بس كان صفر، خلي بالك ان سين كان صفر. شوف كده حاجه كانت صفر وزادت في الاختيارات. الفركتوز في الدم، هو اصلا الفركتوز ملوش علاقه خالص يعني الفركتوز هيزيد اشمعنى دلوقتي يعني؟ طيب. جيم العصاره البنكرياسيه، العصاره البنكرياسيه دي اصلا ما بتتفرزش في الدم عامه يعني. تمام. وحتى لو العصاره البنكرياسيه اصلا بتهضم الاكل فانا ملهاش علاقه خالص. ماشي. الجلوكوز في الدم ولا في البول اللي زاد؟ بس كان صفر، خلي بالك انه قال لك كان صفر. كان صفر وزاد فعلا الجلوكوز في البول هو اللي كان صفر. عرفت منين ان هو اصلا في الطبيعي هو كان طبيعي عادي؟ لما كان الجلوكوز في دمه صفر، ان الطبيعي الجلوكوز في الدم يكون صفر. لما حصل حته ان هو شال جزء لانجرانز دي بدا يظهر الجلوكوز في الدم او الجلوكوز في البول عشان خاطر ايه؟ جاله اعراض شبه السكر، فدي ماشي. صاد بقى، صاد كانت موجوده بس زادت. مين بقى الجلوكوز في الدم ينفع؟ ايوه هو الجلوكوز في الدم اوريدي كان موجود يا ابني. ما هو انا عارف ان هو بقاله فتره انقطع عن الطعام، بس مفيش حاجه اسمها الجلوكوز في الدم صفر، مفيش حاجه اسمها كده. فهو كان موجود وزاد. طب ايه يا مستر اللي زوده مع ان انا ما عنديش جلوكاجون الادرينالين؟ وبالتالي اللي هيقل ده عين الجلايكوجين في الكبد والعضلات هيقل. ليه؟ عشان خاطر انا افرزت الادرينالين، فكده هختار الاجابه ب هي اللي صح. والسؤال ده جميل جدا بصراحه، شايفه سؤال تفكير حلو قوي. 99، الشكلين المقابلين يوضحان حالتين احداهما لشخص سليم والاخر لشخص مصاب بمرض البول السكري، مين فيهم يعد سبب الاصابه؟ بص، عندك في اللي فوق الانسولين مسك في مستقبلاته والجلوكوز دخل بسببها،
انما اللي تحت الانسولين ما عرفش يمسك في مستقبلاته، فبالتالي الجلوكوز ما دخلش. حلو قوي. يبقى كده ايه المشكله؟ ان الانسولين موجود اهو، افرز اهو. المشكله في مستقبلات الانسولين ان هي مش عايز تمسك في الانسولين. فالف مقاومه الخلايا الانسولين دي جمله صح جدا، ودي اللي بنسميها مقاومه الانسولين لو انتوا عارفينها يعني. طب ب عدم قدره البنكرياس على الافراز، لا ما هو موجود اهو زي الفل اهو. ج انخفاض تركيز الجلوكوز في الدم، طبعا هبل لان هو عالي اهو، موجود اهو. غير مستقبلات الانسولين، لا هي موجوده اهي، بس هو ايه، ما استجابتش ليه بس. تمام. قال لي اختيارات اللي هي صحيح بالنسبه لشخص يعاني من مرض البول السكري قبل تناول العلاج. تمام. هو قبل ما يتناول العلاج اعراض المرض البول السكري ايه؟ الجلوكوز في دمه عالي ولا قليل؟ عالي جدا. تمام. وكميه الجلوكوجين في الكبد منخفضه. ليه منخفضه؟ لان دلوقتي الخلايا مستنيه تاكل. تمام. فانا دلوقتي مستني اكل وما جاليش جلوكوز، انا ما اعرفش ان الجلوكوز اوريدي زياده بره، بس ما دخليش، انا ماليش دعوه. فهبعت للمخ اقول له الحق ما فيش جلوكوز عندنا، فالمخ يقوم جاي يبعت إن الجلوكاجون يطلع كمان يزود لي الجلوكوز في الدم زياده، فيقلل لي الجلوكوجين اللي في الكبد. فهمت؟ طب انتقال الجلوكوز للخليه طبعا يبقى منخفض عشان خاطر ان الانسولين قليل، او الانسولين مش عارف يعني يستجيب، او قليل، او يعني على حسب نوع المرض يعني. على حسب نوع السكر، نوع اول ونوع تاني. النوع الاول بيبقى الانسولين اصلا قليل، النوع التاني بيبقى الانسولين موجود بس مش عارف يستجيب، زي السؤال اللي قبله كده. ماشي. انا شايف ان كده كفايه قوي يعني لحد سؤال 100. ان شاء الله المره الجايه بقى نكمل لحد ايه، لحد النهايه. هما 122 سؤال. تمام. اللي عنده اي سؤال بقى ما ينساش يسالني، الرقم بتاعي في البايو. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.